صباح الخير. يا رب تكونوا بأتم صحة وانتوا بتشوفوني النهاردة وتكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة للحمة تجنن خطيرة. طاجن اللحمة بالبصل. طاجن حلو جدا، اللحمة هتكون بتدوب، مكونات بسيطة وتوابل بسيطة، وفي نفس الوقت هيطلع طعمه يجنن مع رز أبيض، رز بشعرية، حتى لو بالعيش هيبقى طعمه خطير يا جماعة. يلا بينا على طول نبدأ في المكونات أو في الخطوات بتاعتنا. انا هستخدم من الاول للاخر طاجن واحد، تقدروا تعملوه في حلة، بس احنا هندخله الفرن. الطاجن عندي ينفع احطه على النار عادي، فبحطه بسخنه كويس وبحط مكعب من الزبدة، شوية من الزيت، وببدأ انزل عندي لحمة مكعبات. تقريبا استخدمت كيلو من المكعبات متقطعة زي ما انتم شايفين. قطعوا التقطيعة اللي انتوا بتحبوها، بس انا بفضل في الطاجن ده ان هو يبقى متقطع يعني على قد المعلقة بالظبط. نقلب بقى شوية، واي مية نازلة من الطاجن نسيبها براحتها خالص لحد ما يتشربوا. اهم حاجة ان احنا بنسيبه بس شوية قبل ما بنقلبه يبقى واخد اللون من تحت، وبعد كده نقلبه. اهم بقى من كل ده ان النار تبقى عالية عليه، اعلى نار في البوتاجاز بتاعك. بعد كده هضيف عليه شوية من التوابل، ورق اللورة وشوية من جوز الطيب والفلفل الاسود وكام حبة من المستكة، وزيهم كام حبة من الحبهان. لو المستكة مش موجودة تقدروا تستغنوا عنها، بس الحقيقة بتخلي الطاجن يعني يجنن. دي كل التوابل اللي احنا نستخدمها في الطاجن كلها حرفيا، مش هنستخدم حاجة تاني ما عدا الملح. الملح هنحطه قبل ما الطاجن يدخل الفرن. بنفضل نقلب كويس جدا في الطاجن كده لحد ما اللحمة عندي تتشوح كويس، واسيبها خالص بقى لحد ما تشرب المية بتاعتها. وبعد كده يعني تشرب المية، بسيبها على نار متوسطة تشرب كل المية اللي فيها تنشف. وبعد كده بنقل اللحمة في طبق زي ما انتم شايفين كده. الخطوة دي يعني نسيت اصورها. وبعد كده بحط معلقة زبدة تانية، وببدأ اضيف كيلو من البصل. يعني الكمية اللي انا استخدمتها من اللحمة بستخدم قدامها نفس الكمية من البصل. يعني اللي عايز يستخدم اقل من كده براحته، بس هو اسمه طاجن بصل، بيبقى طعمه خطير. يعني الصوص نفسه اللي بيبقى موجود في الطاجن بيتاكل اكتر من اللحمة. بعد كده ببدأ بقى اقلب كويس، وبعدين ببدأ أضيف معلقة صغيرة من السكر. السكر هيحليلي الطاجن بتاعي، مش هيخليه مسكر، بس في نفس الوقت هيخلي البصل يدبل معايا بسرعة ويطلع السكر اللي فيه. انا بفضل اقلب فيه كده على نار متوسطة عشان ما يتحرقش مني، لحد ما بيبقى لونه شفاف شوية، بيدبل وبيبقى لونه مصفر زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده هبدأ اضيف معلقة من الثوم. انا مقطعها عادي يعني مش فرماها، اللي تحبوه. معلقة من الثوم، وببدأ برضو اقلب كويس. الثوم يتشوح مع البصل كويس ويختفي. في المرحلة دي بضيف بقى بعديها معلقة من الدقيق. يعني كل كيلو من اللحمة بضيف قدامه معلقة كبيرة من الدقيق. بقلب برضو كويس جدا جدا جدا، بحيث ان الدقيق بتاعي ما يبقاش موجود خالص. وبعد كده بضيف بقى اللحمة بكل الصوص الموجود فيها، وببقى مجهزة عندي مية مغلية احطها في نفس الطبق اللي كان فيه اللحمة، عشان لو فيه اي بهارات موجودة انزلها معاه. وانا بزود المية على الطاجن، بشوحه شوية، وببدأ اضيف تقريبا كوباية او كوبايتين من المية المغلية. لازم تبقى مغلية عشان اللحمة بتاعتك ما تنشفش معاكي. بقلب كويس، واضيف بقى الملح اظبطه على حسب ذوقي اللي انا بحبه. وبعد كده اول ما بتغلي المية بغطي بقى الطاجن خالص، وبيبقى عندي الفرن اصلا مشغلاه من قبليها تقريبا ب10 دقايق، علشان ادخله يبقى سخن خالص في الرف اللي تحت فوق فوق النار على طول يغلي. واول ما بيستوي بيطلع بالشكل الجميل ده. قبل ما بيطلع ب10 دقايق برضو بشيل من عليه الفويل عشان ياخد اللون الحلو ده. وبس كده الطاجن خلص. بيبقى بسيط جدا، ممكن تقدموه مع رز بشعرية او رز ابيض وجنبيه مخلل او فلفل حامي، وممكن كمان تاكلوه مع عيش. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. بتمنى ان هي لو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة عن قريب.